ايه، مرحبا. مرحبا حكيم دكتور جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية. حبيب القلب، الله يعطيك العافية. بشهر هالميلاد بدي أعيدك وعيد كل القوات اللبنانية وعيد كل المسيحيين الأحرار بهالعيد الحلو. هالعيد هو عيد المحبة وعيد ولادة التواضع بقلوبنا. أنا بكل تواضع بدي أقول لك رأيي يا حكيم. بكل هالسنين، مع كل هالسنين كنت فيها بالقوات اللبنانية، كنت بالميليشيا وقت اللي حاربنا تندافع عن لبنان بوجود الفلسطيني ووجود السوري والإيراني، إن كان بالحرب وإن كان بالسلم وإن كان بالسجن، وبعد السجن وبالمهجر وبالاغتراب وين ما بدك. لبست كل الألبسة يلي فرضتها علينا الأيام، وكان ثمنها كتير غالي. حكيم، بحب أقدم ملاحظتين، يمكن أكثر من ملاحظتين، بس بدي أقول لك بدون زعل للمقاومين، للمقاتلين، للقواتيين، للمناضلين. بعد كل هالسنين قعدت صرت اتامل كل هالوقت بكل شيء حضرتك عملته والمواقف اللي كنتها، كانت يمكن بوقتها كلها كانت مواقف منيحه، بس هلا بينت انه بهيدي البلاد اللي انت فيها وانا خلقت فيها ما بيمشي مع السياسه اللي حضرتك اتبعتها من يوم تسليم السلاح لليوم. تسليم السلاح كان مفروض يكون في بديل له، هو خطاب سياسي مع كل هالفرقاء تنجي نبني لبنان ونبني الدولة. طلعوا كل الفرقاء بلبنان ضد الدولة وضد لبنان، ما بدهم يبنوا لبنان. يمكن بدهم يبنوا لبنان على قياسهم، لبنان المزرعة اللي هلا وصلوا اللبنانيين عليه. حضرتك سلمت سلاح عن قناعة، بعرف انه ممكن تعطي تشانس لهالعالم. هالعالم اعطيتهم تشانس اول مرة، كان دفع ثمن هالتشانس حضرتك وكتير من الرفاق وانا منهم، فتنا على حبوسي بجرائم ما قلنا فيها. المجتمع اللي دفعنا عنه تهمنا بالزعرنه وتهمنا بالميليشيات وتهمنا بالسرقين وتهمنا بالمجرمين وبالعملاء وبالكله، واخر شيء رجعت حضرتك طلعت من الحبس غصبا عنهم وطلعنا كلنا من الحبس، وحضرتك قلت انه طلعت كل اللبنانيين من السجن. لا، اللبنانيين كانوا مبسوطين يضلوا بالسجن، وهلا هن حاطين حالهم بسجن كبير وحاطينك معهم بسجن كبير. سجن كبير يلي هو من وقت ما طلعت من الحبس لليوم كم مره بمره حضرتك اعطيت كل الفرقاء اللبنانيين بكل الطوائف بكلهم عم نحكي. خلينا نرجع على 14 اذار، اعطيتهم كل التشانسز تكون حضرتك رئيس تقدر تضبط لبنان وتعمل لبنان دولة مرتبة لكل العالم يحلموا فيها. شو عملوا؟ حتى جماعتك، قرايبينك، قرابتك، دمك يلي هن 14 اذار صاروا دمك بهيك الوقت، ما انتخبوك، ما اعطوك الاغلبية، كنتوا الاكثرية ما اعطوك اياها. فبقى هلا من هديك الايام لليوم شوف السنة وين كلهم مقسومين مليون شقفة ونصهم ضدك واكثرهم ضدك. المسيحيين وين؟ طيار الوطن الحر اللي اعطيتهم اكثر من فرصه واكثر واكثر، وين صاروا؟ طيب دروز شيء ثاني، بس وليد جنبلاط شيء رابع. كم مره بمره اعطيته فرصه للجنبلاط وبرم عليك وعم يبرم وعم بلوفك. هلا صرت وحدك وبعدك وراح بتضل وحدك. هي السياسه اللي ما عم توصل لمطرح بالسياسه للاسف حكيم، للاسف مش ظابطه. إذا بترجع تحمل بارودي وبتحملنا بارودي نحن حابين نموت تيبقى لبنان، تنرجع نعمر لبنان. خيدوا ويلي دولة صغيرة كانتون اللي بدكم اياه سموه عقياسنا بكرامتنا. منعيش بكرامة ومنموت بكرامة، ولا منعيش يوم مذلولين وراكعين. يا حكيم لبنانية مذلولين عم بتشوفهم. وبعدين هالسياسة ما رح توصل لمطرح. ما بدهم هالعالم اللي موجودين مثل حزب الله والباقيين، ما بدهم سياسي، بدهم عصا. كل شيء اخذ بالقوة بدك ترده بالقوة يا حكيم. ما في شيء رح يرجع بالسياسة
وبعتذر منك، بعتذر من كل اللبنانيين. هيدا رأيي ورأي كتير عالم، بس مستحيين له، وانه ما بيوجهوا لسمير جعجع ملاحظة مثل هيدي. لا، انا بسمح لنفسي، بسمح لحالي، بسمح انه اقول يا حكيم هالسياسات اللي اتبعتها حضرتك تمشي بدول اخرى، مش بدولة مثل لبنان، شعب مثل شعب لبنان الطز. بعتذر يا حكيم عن هالكلمة، بس شعب لبنان هيك.